صبي من صبيان المعلم اسمه أسامة حسن. ما احنا لازم ناخد علاج الذاكرة عشان نفتكر اسمك، ونجيب عدسة مكبرة عشان نعرف نقراه. ده آخرك وتمامك. تخيل عزيزي المشاهد ان هذا اللاعب الفاشل وقته لما كان لاعب وإداري ما نسمعش عنه في أي حاجة، ولا حتى مدرب ولا حتى بتاع بسطرمة، بيحرض لاعيبة الزمالك على إزاء لاعيبة النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حلقة جديدة قوية نارية، مستنيين فضل المولى ثم دعم الأهلاوية ودعم حقيقي. ولو سمحتم لازم يبقى فيه ناس واقفة في ظهرنا عشان بنرد على الناس دي. لازم يعرفوا ان في ناس بترد عليهم وتعرف تجيب حق النادي الاهلي كويس. نخش على تصريحات الولد ده. بيقول لي لعيبه الزمالك اي لعيب من لعيبه النادي الاهلي من اول ماتش لاخر الماتش اي التحام هاتوا الارض. تحريض واضح وصريح على ازاء لعيبه النادي الاهلي. هي لعيبه النادي الاهلي دي يا ابني من اسرائيل؟ هو النادي الاهلي ده عامل لكم خرام في دماغكم دايما؟ لما يخش لعيب يأذي لعيب في النادي الاهلي، مش ده ممكن يبقى صاحبه وصاحبه في المنتخب؟ لما يبقى في ضغينه بينهم كده مش تأثر على اداء المنتخب؟ ايه الغل والحقد الدفين ده؟ تحريض صريح على ازاء لعيبه الاهلي. تخيل بقى الاسطوره حلمي طولان لما كان النادي الاهلي رايح كاس العالم للانديه اللي انت بتتفرج عليه في التلفزيون زينا، بس ما شمتوش قبل كده، ادى تنبيه صريح للاعيبته تخشوا بالراحه على لعيبه النادي الاهلي عشان عندهم مهمه وطنيه. شفت الفرق بين قامه وقيمه واقزام؟ هتكسبوا ذوق عافيه، هتكسبوا. هو مين ده اللي يكسب ذوق عافيه؟ هو انت نسيت حاجه اسمها اراده ربنا يا ابني؟ مفيش حاجه اسمها ان شاء الله، مفيش حاجه توفيق المولى معاكم باذن الله، باذن واحد احد، بفضل ربنا فقط لا غير وحسن ظن في الله. النادي الاهلي هيكسبكم مكسب حلو وهيأدبكم في الملعب كروان بفضل الله ليس الا، لان الفضل كله لله. فان شاء الله كجمهور اهلي حسن ظن في الله النادي الاهلي هيكسب. هو ده بقى الفرق بيننا وبينكم. احنا في المكسب بنذكر ربنا اولا، انما انتوا في المكسب بتذكروا مرتضى منصور. دي حاجه. هم خايفين منكم ومرعوبين منكم، والا ما كانوش جابوا سيرتكم. نخاف؟ النادي الاهلي بفضل الله يخاف يا ابني؟ احنا شعارنا اللي خايف يروح والاهلي جاي يطوح. هو انت يا ابني لسه ما فوقتش من السوبر؟ ولا الكونش الخمسه بتاعت بيتسو لسه مزغزغاك في رجلك؟ ولا الكون القاضيه اللي كانت حطاك في الجحر نسيتها فطلعت من الجحر وتقول كلمتين وترجع تاني؟ انت يا ابني في ايه؟ حصل ايه في دماغك؟ اهلي مين يا ابني اللي يخاف؟ ده انتوا مرعوبين رعب السنين. وخد دي بقى يا شيكابالا، علي معلول لما بيشوفك رجله بتخبط في بعض. انت الظاهر عليك نسيت الزغلول بتاع علي معلول. ليك حق بس نفكرك بيه تاني ان شاء الله. نسيت علي معلول اللي بياخدكوا جبهة نارية، غسيل ومكوى اي حد قدامه. ده غير ان هو احرز فيك هدفين ولا 3 كمان. فانت مين شيكابالا الميت ده اللي هيخاف منه علي معلول وبيعملها على روحه؟ احترم نفسك اصلا. انت حتى الكلام بيقع من بوقك مش عارف تتكلم. علي معلول احسن باك شمال في افريقيا كلها، مش لو مؤاخذه بجناب كبيره زيك يتقال عليه بيعملها على روحه لما يقابل علي معلول. وزيزو بيفضل يجري ورا زيزو كده. هو كان فين زيزو وشيكابالا والناس دي لما خسرتوا في القاضي يا حبيبي؟ ولا لما شلتوا 5؟ ولا لما خسرتوا السوبر يا كانوا فين؟ وامام عاشور فين؟ انت بتاخد 1 و2 وتحطها في الشناوي. اسأل طاهر، او هات الصورة بتاعت طاهر وهو منيم امام عاشور على ركبه كده، كان شكله مش مظبوط. وفكروا بدي عشان يعرف ياخد حقه كويس. يقول لك ان النادي الاهلي لما كنت بلعب في انبي كانوا بيبوسوا ايدينا في ماتش انبي عشان الدوري لما ضيعناه منهم. طب ولما رحت الزمالك كانوا بيبوسوا ايديك برضه؟ لما رحت الزمالك وكنت بتتاخد رايح جاي وبطولات 0 وما شمتش اي بطولات، وكان كبيرك والرهانات كانت بتقال انت هتتغلب كام من النادي الاهلي، كانوا بيبوسوا ايدك برضه؟ بيقول لك هم بره، جوه الملعب ضعاف، هم بره صوره بس. الكم الكبير من البطولات ده
يتقال على لعيبه النادي الاهلي ضعاف جوه الملعب. طب لما هم ضعاف جوه الملعب ما كسبتهمش ليه في نهائي افريقيا؟ ما كسبتهمش ليه في السوبر اللي فات؟ ما خدتش ليه 42 دوري زيهم و37 كاس و10 افريقيا ومشاركات كاس عالم وبرونزيات والكلام ده؟ عرفت مين يا ابن الضعيف؟ اوعى تتجاوز حق اسيادك تاني. ردينا عليك مره ودي التانيه. بنعمل لك سعر انما نتمنى ان المباراة تخرج في سلام ويكون في احترام للعيبة وبعضها ومفيش تعمد ايذاء بين الناديين، مش تعمد نادي ولا نادي، الاتنين. امثالك من صبيان المعلم بيعملوا الاحتقان بين الجماهير وبعضها. ردينا عليك في عجالة كده، انما لو اتطولت تاني هنعرف نحطك في مكانك الطبيعي.